زوجين بيلاقوا بنت على الطريق لوحدها، وبيكون واضح على البنت دي انها ملعونة وما بتقدرش تتحرك بره مربع من الطباشير. ومن غير ما نطول عليكم يلا بينا نشوف فيلمنا النهارده. بيبدأ الفيلم بزوجين ماشيين بعربيتهم على الطريق بالليل، وبيكون اسمهم باولا وسايمون. وبنشوف باولا وهي سايقة العربية وواضح انها متضايقة من حاجة، ولما بيحاول يعرف منها سايمون هي متضايقة من ايه ما بتردش عليه. وبيطلب سايمون من باولا انها توقف العربية بسرعة علشان هو شايف حد على الطريق. ولما بينزلوا من العربية بيشوفوا بنت صغيرة على الطريق ما بتبعدش عن الخطوط البيضاء اللي في نص الطريق، وبتحاول باولا انها تنادي عليها بس ما بتردش البنت عليهم. وبيلاحظ سايمون ان في موتوسيكل جاي من بعيد وممكن يخبط البنت، وبتجري باولا عليها بس البنت بتخاف منهم وبتجري. وبيقرب الموتوسيكل من البنت بس بيحاول انه ما يخبطهاش، وبيقع الموتوسيكل على الطريق وبتقع البنت وبتفقد الوعي. وبياخدوا البنت على المستشفى وبيشكرهم الدكتور انهم جابوها، وبيوضح لهم ان الموتوسيكل ما خبطهاش وانها فقدت الوعي علشان هي كانت مريضة. وبيقول لهم انهم بيعملوا الفحوصات اللازمة علشان يعرفوا ايه السبب. وبترجع باولا مع سايمون للبيت لحد ما البنت تفوق وبتدخل الحمام، وبتطلع شنطة صغيرة كانت مخبياها وبتطلع منها حقنة وبتديها لنفسها في بطنها، وبتخبي الشنطة تاني وبتظبط المنبه علشان يفكرها بميعاد الحقنة اللي بعدها. وبتروح باولا مع سايمون للمستشفى وبتعرف من الدكتورة ان البنت اسمها كلارا. فبتسأل باولا الدكتورة ازاي عرفوا اسمها وهي ما بتتكلمش. فبتقول لها الدكتورة انهم كانوا بينادوا على ممرضة بنفس الاسم، والبنت بصت لهم لانها كانت فاكراهم بيكلموها هي. وبتسمع باولا صوت صريخ عالي وبتدخل للأوضة اللي الصوت جاي منها، وبتشوف الدكاترة متجمعين حوالين كلارا وبيحاولوا يشدوها من مكانها بس هي رافضة تخرج. وبتلاحظ باولا انها عاملة مربع من الطباشير ومش عايزة تخرج براه، فبتاخدها من الدكاترة وبتحضنها وبتقول لها انها مش هتخرجها من مكانها. وبيشوفوا كلارا وهي هادية في حضن باولا. وفي نفس اليوم بالليل بيتجمعوا باولا وسايمون مع جيرانهم وبيتكلموا على مشكلة كلارا. وبتقول لهم باولا انهم مش عارفين يوصلوا لاهلها وان الدكتور قال لهم انها عندها مشاكل كتير في الكليتين. وتاني يوم بيروحوا لكلارا المستشفى وبيكونوا جايبين لها لعبة بطريق هدية، وبيلاحظوا ان ايديها مربوطين في السرير. وبتقول لهم الممرضة ان ده علشان تكون في امان وما تعملش اي حاجة في نفسها. وبتسيبهم وبتخرج الممرضة. وبيلاحظ سايمون ان كلارا متضايقة من ربطة ايديها وبيفكها لها. وبعدين بتيجي الممرضة وبتقول له انه ما ينفعش يفك ايديها وبيربطها لها تاني. وتاني يوم بتكون باولا بتستعد هي وسايمون علشان يروحوا لكلارا المستشفى، وبتدخل الحمام وبتاخد الحقنة وبتخبيها وهي مستعجلة علشان سايمون محتاج يدخل الحمام. وبعدين بيدخل بعدها الحمام سايمون، ولما بيخرج بتدخل هي الحمام وبتلاحظ ان شنطة الحقن باينة وبتاخدها علشان تخبيها في مكان تاني. وبتخرج علشان تروح مع سايمون لكلارا. ولما بيروحوا المستشفى بتقول لهم الدكتورة ان كلارا بدأت تتحسن وتستجيب للعلاج بسببهم، وبتعرض عليهم انهم يتبنوها لفترة مؤقتة لحد ما يلاقوا حد مناسب او يلاقوا اهلها. وبيوافقوا على التبني لفترة مؤقتة. وبترجع باولا وسايمون للبيت وبيخرجوا علشان يقابلوا ادوارد جارهم وبيبلغوه بموضوع التبني، بس بيعترض ادوارد وبيقول لهم ان هو شايف ان وجودها في المستشفى والرعاية فيها هتكون افضل. بس بتقول له باولا ان هم وافقوا وان كلارا هتوصل لهم بالليل. وبتوصل كلارا البيت وبيحطها سايمون في السرير، وبترسم باولا مربع الطباشير حوالين السرير. ولما بتصحى كلارا بتشوف المربع وبتطمن. وبتكون كلارا ما بتتحركش بره المربع، وبتحاول باولا انها تخرجها وبتجيب لها زرعة ورد وبتحطها جوه المربع وبتلعب بيها. وبتخرجها باولا بره المربع بس كلارا ما بتتحركش وبتسيبها، فبترسم لها باولا خطوط الطباشير وبتتحرك كلارا في مكان اوسع. وبتبدأ باولا انها ترسم خطوط في اغلب الشقة علشان كلارا تتحرك براحتها وتقعد في مكان اوسع. وبالليل بيبان ان كلارا متعلقة بباولا جدا وبتنام باولا معاها في سريرها. وبتيجي الدكتورة اللي بتتابع مع كلارا البيت وبتقابل كلارا وبتحاول انها تخرجها من مربع الطباشير بس بتكون رافضة. وبتضطر الدكتورة انها تمسح المربع وبتتعرض كلارا للانهيار، وبتروح لها باولا وبترسم لها المربع من تاني وبتاخدها في حضنها وبتسمعها وهي بتقول كلمة مش مفهومة. وبتبدأ تهمس لباولا في ودنها بكلام غريب. وبتقرب الدكتورة منهم بجهاز تسجيل علشان تسجل كلام كلارا وتترجمه، بس ما بيفهموش من الكلام كله غير كلمة ماما بس. وبتقول لها الدكتورة انها لازم تفهمهم هي بتقول ايه، وبتهددها انها لو ما قالت لهمش هي بتقول ايه هتمسح الطباشير. وبتتعصب كلارا مرة تانية بسبب كلام الدكتورة وبتسيبهم وبتمشي. وبتبلغهم الدكتورة انها تيجي مرة تانية علشان تشوف كلارا. وبتروح باولا لكلارا وبتتكلم معاها وبتقول لها ان هي مش هتخليها تخرج بره خط الطباشير ابدا. وبتقول لها انها تكون بامان معاها هي وسايمون. وبتعدي الايام وبتتحسن كلارا وبتبدأ تلعب مع باولا وبتعمل لها شكل فيونكة بالورق وبتديها لها. وفي يوم باولا وسايمون بيعزموا جيرانهم في البيت، وبتقترح واحدة من جيرانهم اسمها كلوديا انها تجيب بنتها تلعب مع كلارا. وتاني يوم بتيجي كلوديا وبنتها علشان يفطروا مع باولا، وبتسيب كلوديا بنتها علشان تلعب مع كلارا وبتروح مع باولا علشان يفطروا مع بعض. وفجأة بتفضل كلوديا تكح وما بتكونش قادرة تاخد نفسها، وبتروح لها باولا علشان تساعدها وبتطلع من بقها حتة ازاز وبيكون بقها بينزف. وبتعرف ان المربى اللي هي اكلتها كان فيها قطع ازاز. وبتطمن عليها باولا وبتوصلها لبيتها. وبيرجع سايمون للبيت وبيلاحظ ان برطمان المربى سليم وان في حد
حد هو اللي حط الازاز في البرطمان، وبيشوف علامات طباشير عند التلاجة وبيقول لبولا ان ممكن تكون كلارا هي اللي عملت كده، بس بتكون كلارا رافضه الفكره وبيعرض عليها سايمون انهم يقولوا للدكتوره. وبتبص بولا من الشباك وبتشوف كلوديا وهي بتحكي للجيران على اللي حصل لها، وبيجيب سايمون علبه طباشير لكلارا وبيلاحظوا ان مكتوب عليها كلمه من اللي كلارا بتقولهم. وتاني يوم بيقعدوا مع الدكتوره وبيحاولوا يترجموا الكلام اللي كلارا بتقوله، وبيلاحظوا ان هو كلام باللغه الالمانيه وده معناه الخوف او العقاب ما عدا كلمه واحده بس ما بيعرفوش يترجموها. وبتقول لهم الدكتوره انها ترجع للشرطه علشان يعرفوا لو كانت كلارا المانيه وان ده ممكن يساعدهم انهم يلاقوا اهلها. ولما بتمشي الدكتوره بيكون سايمون متضايق من بولا لانها ما قالتلوش على موضوع الازاز، وبتروح بولا علشان تلعب مع كلارا وبتكلمها باللغه الالمانيه وبتفهمها كلارا، بس بيقاطع كلامها صوت عالي جاي من الغساله. وبتروح للغساله وبتفتحها وبتلاقي جواها المفاتيح، ولما بترجع بتلاقي كلارا مش موجوده وبتفضل تدور عليها وبتخرج تسال عليها الجيران لو شافوها، بس في النهايه ما بتلاقيهاش. وبترجع للبيت وبتشوف كلارا قاعده مع سايمون في المطبخ، وبعدها بتحاول بولا انها تتكلم معاها وتعرف منها اي حاجه، وبتقول لها زي الدكتوره ما قالت انها تمسح الطباشير. وبتخاف كلارا وبتفضل تهاجم بولا، بس بولا بتخاف وبتقول لها انها مش هتمسح حاجه. ولما بتيجي الدكتوره بتخبي عليها بولا ان كلارا هاجمتها، وبتحاول كلارا انها تشرح لبولا حاجه عن طريق الرسم، بس بولا ما بتفهمهاش وبتتضايق كلارا وبتقوم تمشي وبتقطع الرسمه. وبتتفاجئ بولا ان الدكتوره عارفه مشكله الازاز، وبتقول لهم الدكتوره انهم عملوا اللي عليهم وانهم هياخدوا كلارا ويحطوها تحت الملاحظه. وبتتعصب بولا وبتخرج تزعق مع كلوديا وبتقول لها ان هي اللي حكت للكل على مشكله الازاز وبسببها هياخدوا كلارا منها، وبتقول لها ان هي هتقاطعها ومش هتتعامل معاها تاني. وتاني يوم بتكون بولا قاعده مع كلارا وبتحاول انها تفهم منها اي كلمه بتقولها، وبتقوم وبتعمل لنفسها شاي بس وهي بتشربه وبتفضل تكح وما بتكونش قادره تتنفس. وبتحاول كلارا انها تساعدها بس ما بتعرفش. وبتدخل بولا للحمام وبتطلع بالمنقاط قطعه ازاز من بقها، ولما بتخرج من الحمام بتلاقي ان كلارا اختفت من تاني وبتفضل تدور عليها بس ما بتلاقيهاش برضه. وبتوصل الشرطه وبيقولوا انهم لقوا لبس كلارا عند البحيره وبيكونوا فاكرين ان هي هربت، وما بترضاش بولا انها تقول لهم على موضوع الازاز اللي هي بلعته وما بتكونش مقتنعه ان كلارا هربت. تاني يوم بتقرر بولا انها تروح بنفسها تدور على كلارا، بس بيوقفها سايمون وبيسالها عن الحقن اللي بتاخدها، وبنعرف ان عندهم مشكله في الخلفه والعلاج ما جابش نتيجه، وانهم قرروا انهم يوقفوا العلاج ويكملوا حياتهم من غير اطفال. وبيكون سايمون متضايق ان بولا بتاخد الحقن من غير ما يعرف، وبيقول لها ان الحمل قرار مشترك ما بينهم وما ينفعش تقرر لوحدها. وبتعرف بولا انه شاف الحقن قبل ما تنقلها من الحمام، وبيكون سايمون معترض على رجوع كلارا وبيقول لها ان هي اتغيرت من ساعه ما كلارا دخلت حياتهم وانهم مش ابوها وامها الحقيقيين، وبيقول لها ان تصرفاتها هتاذيهم، وبيجيب لها البطريق بتاع كلارا وبيوريها ان في قطع ازاز جواه وبيسيبها وبيمشي. وبيجي اتصال على تليفون البيت وبترد بولا وبتسمع صوت كلارا وهي بتقول لها ماما، وبيتقفل الخط. وبتبلغ بولا الشرطه وبيقولوا لها انهم ما قدروش يحددوا مكانها، وبيقولوا لها الشرطه انهم لقوا الرقم اللي اتصلت منه، وبيطلع رقم بولا وبتقول لهم بولا ان تليفونها ما اتسرقش وان مش هي اللي اتصلت. وبيكونوا الشرطه شاكين في قواها العقليه وبيعملوا لها اختبار وبتطلع كويسه، وبيكون قواها العقليه كويسه جدا. وبتسيبهم وبتمشي وهي ماشيه بتلاقي ملفات قضايا الاطفال المفقودين وبتحطهم في شنطتها من غير ما حد ياخد باله. وبتروح لكافيه وبتبدا انها تدور على اي دليل في الملفات يوصلها لكلارا، وهي بتدور بتشوف شكل الفيونكه اللي كلارا كانت بتعملها بالورق، وبتعرف ان الصوره دي من مكان حصلت فيه جريمه لواحده اسمها انجريد. وبتشوف اسم الدكتوره اللي كانت مسؤوله عن الجثه وبتاخد عنوانها وبتروح لها، وبتعرف منها ان انجريد اتعرضت للاعتداء وكان واضح على جثتها الضرر الكبير في رقبتها وفي مناطق مختلفه في جسمها، وان الكليتين عندها كانوا متضررين جدا. وبترجع بولا للبيت وبتدور عن انجريد وبتشوف فيديو منتشر لعائله انجريد وهم بيبلغوا عن فقدان بنتهم، وبتشوف في الفيديو الحرف اليدويه اللي كانت انجريد بتعملهم وبتعلقهم على الشباك. وبتقفل الفيديو وبتروح علشان تقول لسايمون على اللي عرفته، بس بيكون سايب لها رساله ان هو راح مركز الشرطه. وبتدور في العاب كلارا وبتشوف الرسمه اللي كانت كلارا رسمتها، وبتلاحظ بولا ان الرسمه مقلوبه، ولما بتعدلها بتلاقي رسمه لشكل شباك جارهم ادوارد. وبتكلم الشرطه وبتبلغ على ادوارد وبتقول لهم ان هو مشتبه فيه في خطف كلارا، فبيقول لها الشرطي انها تفضل مكانها وهم هيروحوا يحققوا معاه. وبنرجع ليوم الحادثه، اليوم اللي لقوا فيه كلارا، وبيظهر ان ادوارد هو اللي حط كلارا على الطريق وقال لها انها تمشي على الخطوط البيضاء وما تتكلمش مع حد، وان هو اللي حط قطع الازاز في المربى، وان هو كمان اللي حط المفاتيح في الغساله علشان يقدر ان هو يخطف كلارا. بس في نفس الوقت بيكون سايمون رجع البيت وما بيعرفش يخطفها وبيمشي، وان هو حط الازاز لبولا علشان تدخل الحمام وخطف كلارا، وان هو كمان اللي سرق تليفون بولا وخلى كلارا تكلمها منه، وان هو السبب في كل اللي بيحصل. وما بتقدرش بولا انها تستنى الشرطه وبتروح لبيت ادوارد لما مراته بتخرج من البيت، وبتقول له بولا ان مراته كانت قايله لها تروح تاخد منها كام خريطه، وبتحاول انها تدور على كلارا بس ما بتلاقيهاش، ولما بتيجي تخرج بتلاقي الباب مقفول. وبتعرف ان ادوارد عرف انها اكتشفت حقيقته، وبيجي من وراها وبيضربها بالشاكوش في رقبتها وبتقع على الارض وهي بتنزف، وبياخدها وبينزلها الاوضه تحت الارض وبيربطها من رقبتها.
وبتشوف باولا كلارا بس بيفصلهم ادوارد عن بعض، وبيطلع ينظف البيت علشان محدش يلاحظ اي حاجه، وبتوصل الشرطه بس ما بيوصلوش لاي حاجه وبيمشوا، وبينزل لها من تاني وبتقول له ان هم هيلاقوها، ولما بيسالها عرفت حقيقته ازاي بتقول له ان هي وصلت لانجريد من الملفات اللي في عربيتها، وبياخد من جيبها المفتاح وبيروح علشان ياخد الملفات. وبتتكلم باولا مع كلارا وبتقول لها انها لازم تساعدها لو بتحبها، وبتحدف لها الطباشير من جيبها، وبتعرف من كلارا ان امها انجريد كانت محبوسه في المكان ده، وبتقول لها كلارا انها خايفه تتعاقب زي ما كان بيعاقب امها، بس باولا بتشجعها علشان تقدر تخرج وتساعدها. ولما بينزل ادوارد عند باولا ما بيلاقيش كلارا وبيفضل يدور عليها، بس بتكون كلارا مستخبيه. ولما بيروح ادوارد لباولا علشان يسالها على كلارا بتقدر كلارا انها ترسم بالطباشير على الارض وتخرج من الاوضه، وبتقفل الباب عليهم، ولما بتطلع ما بتكونش عارفه تستخدم الطباشير علشان تخرج، وبتتشجع لاول مره انها تمشي من غير الطباشير، وبتنادي على سايمون وما بيسمعهاش لانه مشغول وبيكلم الشرطه علشان يقول لهم على اختفاء باولا. وفي الوقت ده بترجع مرات ادوارد وبتشوف كلارا وبترجعها للبيت من تاني. وتاني يوم الصبح بيصحى ادوارد من النوم وبيشكر مراته انها رجعت كلارا قبل ما يتكشف، بس بتيجي الشرطه وبتقبض على ادوارد بسبب بصمات ايد كلارا على الباب. وبترجع كلارا لألمانيا وبتعيش مع جدتها وبتتواصل مع باولا فيديو كول، وبتكون باولا واللي بيكون اسمها اوما، وده بيكون نفس الاسم اللي بتقوله كلارا. وبتكون باولا خفت وبقت حامل وعايشه حياتها مع سايمون وهي مستنيه المولود السعيد. ولحد هنا بيكون خلص فيلمنا النهارده. لو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والشير، وقول لنا في الكومنتات لو في فيلم حابب نلخصه لك.